السلام عليكم اصدقائي. هذا اليوم مصيري واستثنائي للشعب المغربي، حيث اليوم كاين التصويت على مسودة القرار النهائي لمجلس الامن في الامم المتحده اللي كان مقرر انه يتعقد البارح، ولاسباب نجهل بعضها ونعلم بعضها تأجل اليوم ان شاء الله على الساعه 8 مساء الثالثه بتوقيت الولايات المتحده الامريكيه. وكاع المحللين الدوليين والاخصائيين كيقولوا بان راه 90% غادي تصوت على المشروع كما هو معدل. التعديل الاخير اللي كان البارح في ساعات متاخره من الليل، واللي ما تغيرش من الناحيه ديال المضمون، تغير من ناحيه الشكل. كما كتعرفوا هذيك المسوده راه تغيرت 3 المرات. اخر تغيير اللي كان البارح هو التمديد ديال المينورسو، كانت 3 شهور رجعت 6 شهور وعاودوا مددوها لعام. لجنة المينورسو مددوا لها مدة سنة تقريبا. كما قلنا أكثرية ديال المحللين كيقولوا بأن التصويت 90% غادي يكون في صالح المغرب، إلا خرجت بعض الاستثناءات وبعض الدول خدمات حق النقد الدولي اللي هو الفيتو، بحال الصين ولا روسيا. واكثريه كيستبعدوا هذا الامر مادام انهم توافقوا على المسوده وكانت مطالب التعديل وتلبات. بغينا نعدلوا هذا الفقره، بغينا نعدلوا هذه العباره، بغينا نعدلوا هذه، ولكن كل شيء تيبقى في اطار داك التوافق كامل كيبقى في اطار الحكم الذاتي. هذه مسألة ما فيهاش اختلاف، وهذا الشيء بطبيعة الحال اللي تنتمناو أن هذا المشكل يتحل، اللي طول المدة ديال 50 سنة. وأي مغربي صغير ولا كبير ما كتلقاه كيتزاد وكيهز مع هذا الهم هذا، إلا بعض الاستثناءات بطبيعة الحال. العموم تنتمناو يكون خير إن شاء الله. غير عندي واحد السؤال بهذا الطرح بالنسبة لدوك الدول اللي متخوفين انهم يصوتوا بحق الفيتو، علاش ما كيستخدموش في شي قضايا اللي كبيره بحال العراق، بحال علاش زعما يلتجؤوا له في قضيه بحال هذه؟ زعما واخا راه ما كتنقصش اهميه، ولكن هذوك كتشوف هذوك القرارات اللي التجأت لهم الامم المتحده في ذيك الوقت وداك الهجوم وكذا وكذا، الدول هذه ما كتبان لي ما كديرش الحس، ولا الولايات المتحده تدير شرعيه ديها ما تتسوقش للدول الاخرين.